اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير حلوة الكوكو السميده اللي كتجي لذيذه بزاف معلكه وهشيشه. بالنسبه لهاد الطريقه ناجحه 100%. تبعوا التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. غادي تعجبكم الوصفه ديالي اذا جربتوها، وغتلقاو حتى الطريقه مكتوبه اسفل الفيديو. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا درت قشور ديال البرتقاله اللي درت القشور ديالها فاني، وغنبدا نضيف شويه ديال الملحه. من بعد غنزيد كاس ديال السكر، 3 ديال البيضات اللي كيكونوا بحرارة الغرفة. كنحرك جميع هاد العناصر مزيان حتى يندمجوا. من بعد كنزيد 2 معالق كبار ديال المربى المشمش، ممكن تعوضوه بالكليكوز اولا العسل. وهكا كنبقاو مستمرين في التحريك في كل مكون ضفناه. دابا غنزيد كاس ديال الزيت ونضربو مزيان. عاد كنبدا نضيف في الكوك اللي ضروري يكون ميدم. كنركز ضروري على هاد القضيه، ضروري يكون ميدم ويكون نوعيه جيده باش تنجح معكم الحلوى. هنا ضفت 3 الكيسان ديال الكوك، ودرت 2 معالق كبار ديال الكريم اولا مسحوق الكريم باتيسير اللي حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الحلوى. كنبقى ندلك فيها مزيان بهاد الطريقه. من بعد كنزيد كاس ديال السميده رقيقه. كنضيف السميده رقيقه بالتدريج حتى نشوف الحلوى ديالي. ما خصناش نشفوها، خاصها تجي كتلصق في اليدين. من بعد كنضيف كيس واحد من خميره الحلويات. ضروري تخليوها مرخوفه شويه حيت السميده حتى هي كتشرب. الا كان الكوك نوعيه جيده فما غاديش تشرب لكم بزاف. كنخليها ترتاح على الاقل واحد 5 دقائق، وهذه هي النتيجه اولا هذا هو القوام المطلوب. من بعد كنبدا نشكل على شكل كويرات. كنغطس يدي شويه في الماء زهر، ومن بعد كندير كويرات وكنديرهم في سكر كلاصي اللي ضروري يكون سبيسيال باش ما يذوبش لكم في الفران. في هذه المرحله كنكون دايره الفران ديالي يسخن على 200 درجه. من بعد ما كندخل الحلوى كنقص على 150 درجه. كنشعل غير الفوق فقط حتى كيشدوا راسهم ويتشقوا، عاد كنشعل عليهم لتحت يتحمروا. تفاصيل طريقه الطهي غتلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو. بالصحه والراحه.